خلال الفيديو ده أنا هقول لك على أحسن موبايل من شاومي، ريلمي، فيفو، سامسونج تقدر تجيبه تعتمد عليه لسنين بدون أي مشاكل. تركيزي في الفيديو ده معاك هيكون على الموبايل اللي بيقدم معالج محترم تحت ال10,000 جنيه. معالج لو جيت أضغط عليه يستحمل معايا، معالج ما يجيش بعد سنة وأحس إن الأداء فيه مشكلة، ومعالج يكون كويس لو حبيت برضه ألعب، أأدي في تجربة الألعاب. مش شرط إن آخد فريمات عالية، ولكن الأهم تركيزنا هيكون على الأداء، والسوفت وير لازم يكون مستقر عشان أثناء تجربتي ما اتضايقش تماما. لو بتحب شاومي، ريلمي، فيفو، سامسونج، أي شركة من الشركات دي هجيب لك الخلاصة. موبايل واحد تحت 10,000 جنيه تروح له من كل شركة من الشركات. ما تنساش تصلي على النبي بقى. أما دلوقتي خلينا نخش في تفاصيل الفيديو. اهلا وسهلا بيكم، انا محمد ودي قناه ام ريفيوز، وخلينا نبدا من شاومي. وزي ما قلت لك احنا هنا تركيزنا ان يكون معانا معالج محترم بحيث انه يقدر لو حتى السوفت وير تقيل شويه يشتغل الى حد ما. واحسن اختيار من شاومي تحت 10,000 جنيه تروح له تجيبه يكمل معاك سنتين 3 4 مفيش اي مشكله. عندك الريدمي نوت 14، ما تفكرش في اقل من كده، لانك لو نزلت عن اقل من 8,000 جنيه للنسخه ال 628 ودي اللي انصح بيها، صدقني هتاخد موبايل بعد سنه او سنه ونص هيبدا يعني معاك. لان شاومي تحت الفئه السعريه دي المعالجات اللي موجوده في موبايلاتها مش احسن حاجه. بدايتك تكون الريدمي نوت 14. عايز تجيب النسخه الكبيره، انت بتحب شاومي قوي، دي حاجه ترجع لك، ولكن انا رايي خليك في النسخه الصغيره اللي هي 628 مناسبه جدا. بالنسبه للمعالج، هل المعالج هنا يستحمل؟ المعالج هنا من اقوى المعالجات اللي موجوده اصلا تحت 10,000 جنيه. ميديا تك هيليو جي 99، واجهه شاومي اللي عندي عليها بعض التحفظات ولكنها كويسه على الموبايل ده بامانه عن موبايلات شاومي الاقل من كده في السعر. الدنيا الى حد ما شغاله كويس، يعني ممكن من حل اخر كده تلاقي حاجه بسيطه بتحصل، بس الوضع في اغلب الاوقات شغال كويس. 628 وده اللي احنا بنتكلم فيه. بدايتي مع الاندرويد لازم تكون 6 جيجا بايت رام، ما قلش عن كده، ما اجيبش 4 جيجا بايت رام دي انسى. ولو ينفع تجيب 8 بس يكون بسعر مناسب مفيش اي مشكله. كمان بالنسبه لفكره خدمات ما بعد البيع لشاومي، في ناس بتشتكي منها، ولكن اقدر اقول ان خدمات ما بعد البيع من شاومي حاليا متوسطه، مش هقول ان هي قويه، بس في نفس الوقت شاومي اسم كبير، فلو انت حبيت تبيع الموبايل بيعه هيكون مش صعب، يعني حته بيعه هيكون سهل شويه اكتر من شركات تانية، لان شاومي معروفه كتير في السوق. فاذا انت حققت المعادله الاولانيه اللي هي نقطه المعالج والرام وفكره السوفت وير. قلت لك السوفت وير مستقر الى حد ما، ولكن فكره بقى التحديثات اللي جايه مستقبلا دي اللي انا ما اضمنهاش مع شاومي. في نفس الوقت الموبايل بيقدم كاميرا اساسيه حلوه، كاميرا اماميه حلوه، تصوير فيديو 1080 اللي هو المتعارف عليه اصلا تحت 10,000 جنيه، ومعاك السماعات الاستيريو والبطاريه الممتازه ال 5500 ملي امبير وشحن 33 واط كويس. عيب الموبايل ده القاتل بالنسبه لي انه بيجي من غير ان اف سي، يعني دي اكتر حاجه بالنسبه لي ممكن تكون مضايقاني شويه. كان نفس الموبايل يكون فيه ان اف سي، لان الموبايل فيه بقيه الحاجات التانيه، فليه ما يكونش فيه ان اف سي؟ نقطه وعلامه استفهام. بس زي ما قلت الفيديو ده بيتكلم عن الاداء والموبايل الاعتمادي، والريدمي نوت 14 لحد دلوقتي محقق الحاجات الاساسيه انك تجيب موبايل يعتمد عليه، اللي هو المعالج وحجم الرام وفكره السوفت وير. وخدمات ما بعد البيع مش وحشه، وحتى اعاده بيعه هتكون مش وحشه معاك حتى لو فكرت تبيع الموبايل ده مستقبلا. اما بالنسبه لتاني شركه هي شركه ريلمي، وانت لو ركزت مع ريلمي هتلاقي ان اغلب موبايلاتها اللي تحت ال 10,000 جنيه معالجات ضعيفه، معالجات لا يعتمد عليها، ومعالجات ما تكملش معاك سنين وبما يرضي الله. انت عايز الحقيقه، وانا هنا في الفيديو جاي اقول لك الحقيقه. هتقول لي طب بالنسبه للريلمي سي 75، اقول لك موبايل اعتمادي كويس، موبايل مقاوم للميه اي بي 68 واي بي 69 اعلى معماريه موجوده، موبايل مقاوم للصدمات كويس بيستحمل. ولكن المعالج اللي موجود في الموبايل والشاشه اللي موجودين في الموبايل ما يرتقيش انك تدفع فيه 8 او 9,000 جنيه. انت متخيل المبلغ اللي انت بتدفعه؟ المعالج ده بيحقق تقريبا 200 وشويه الف نقطه، في مقابل ان حاجه زي الجي 99 بتحقق فوق 400 الف نقطه، ففرق الضعف حرفيا. فعشان كده انا مش ميال قوي انك تبص على ريلمي سي 75 لو انت عايز موبايل يعيش تستخدمه وما تتضايقش معاه. لكن لو انت عايز موبايل للترزيع ولو وقع في ميه تبقى مطمن ممكن تروح له. اختيار تاني من ريلمي هتحتاج تدور عليه، لو ما لقيتوش ركز بقى على المستعمل. لو انت بتحب ريلمي هيكون الريلمي سي 67. من هنا الموبايل ده كويس، زائد ان المعالج بقى اللي احنا بنتكلم فيه او اللي احنا بندور عليه كويس، سناب دراجون 685، معالج كويس يعتمد عليه على فكره في الاداء اليومي. ولكن
الموبايل ده مش للالعاب، واحنا مش عاملين الفيديو ده عشان نتكلم في تجربه الالعاب، لان اغلب الموبايلات هنا بتكون مش اقوى حاجه في تجربه الالعاب، بس الموبايلات القويه في الالعاب هقول لك عليها. هنا كمان بتاخد 8 256، فانت معدي حجم الرام اللي احنا طلبناه البدايه اللي هي ال6 رام، وكمان بتاخد سوفت وير مستقر وخدمات ما بعد البيع من ريلمي كويسه، او مجموعه البي بي كي عامه اغلبها كويسه، وبرضه اعاده البيع للموبايل هتبقى كويسه لان ريلمي من الاسامي الكبيره. فحته المعادله بتاعه المعالج والواجهه وفكره الرام والذاكره التخزينيه كويس جدا 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 في الموبايل، مفيش اي حاجه هتضايقك. بس زي ما قلت لك الموبايل ده مش بتاع العاب، زائد ان الموبايل قليل وهتحتاج تدور عليه. وعلى فكره الموبايل موجود في مصر ضمان محلي تقريبا في حدود من 8.5 ل 9000 جنيه، بس محتاج ان انت تدور عليه شويه. ريلمي سي 75 سقط في المعادله بتاعه المعالج، لكن الريلمي سي 67 هو ده اللي هيكمل. ما لقيتوش حاول تشوف مستعمل من ريلمي بقى زي الريلمي 11، حاجه قديمه من الموبايلات دي هتكون كويسه جدا، لانها بتحقق المعادله بتاعه المعالج والسوفت وير والذاكره التخزينيه وحجم الرام وهكذا. اما بالنسبه لثالث شركه هي شركه فيفو، وفيفو عندها 3 4 موبايلات تقريبا في فئه من 5 ل 10000 جنيه. هو ما فيش غير موبايل واحد من وجهه نظري، لو انت عايز موبايل يعتمد عليه يكمل معاك اداؤه كويس ركز على الفيفو واي 29. ليه انا اخترت الموبايل ده؟ لان الموبايل ده بيجي بمعالج سناب دراجون 685 تقريبا، ده اعلى حاجه عند فيفو. اللي هيقول لي طب الفيفو في 50 لايت ال 4 جي، هقول لك الموبايل ده فوق ال 10، واحنا هنا ملتزمين اننا ما نعديش 10000 جنيه. الواي 29 معالج كويس هيستحمل معاك في الاداء اليومي، برضه الموبايل ده مش موجه لتجربه الالعاب، وفي نفس الوقت معاك 8 256 بتدفع 8600 جنيه. هسيب لك السعر هنا بالمصري وبالدولار، ومعاك واجهه خفيفه مستقره ما فيهاش اي مشكله. واجهه فيفو مجموعه البي بي كي معروف عنها خدمات ما بعد البيع محترمه، وخصوصا فيفو دي بالتحديد، ولكن في اعاده البيع مش هيكون بنفس قوه ريلمي وشاومي اللي يعتبر اساميهم اكبر شويه من فيفو. فيفو يعني ممتازه حاليا واسمها كبير، بس مش زي شاومي وريلمي اللي بقالهم سنين معروفين في السوق المصري. فممكن بعض التجار او بعض المحلات يعني يتوقف شويه كده قبل ما ياخد منك الموبايل، او يقلل لك في سعر الموبايل قوي عن ما انت جايبه. بس خدمات ما بعد البيع بمعالج برام وذاكره تخزينيه ممتاز، ما اقدرش اقول فيه اي كلمه. ولكن خد بالك ان الموبايل ده ما فيهوش ان اف سي، لا هو ولا السي 75 ولا الريدمي نوت 14. الوحيد اللي كان فيه الان اف سي هو السي 67 من ريلمي. بس اقدر اقول ان الموبايل ده حقق المعادله اللي انا عايزها، اللي هو المعالج كويس في الاداء اليومي يكمل ما فيش اي مشكله. على فكره المعالج ده محترم، احنا بنبعد عنه بس للجيمرز اللي عايز تجربه العاب، لانه اخره 40 فريم ما بيزيدش عن كده. واخيرا طبعا السامسونج، وهنا انا مش هختار السامسونج اي 17، انا هختار السامسونج اي 16 628. ده انسب حاجه اصلا تعتمد عليها لسنين. سعره 7500 7600 7700 في الحدود دي، وهسيب لك برضو السعر هنا بالمصري وبالدولار. 628 جيجا دي اللي لازم تركز عليها. لو بصينا على الاساسيات اللي بندور عليها لموبايل يستحمل شويه ويكمل بادائه، هتلاقي الجي 99 معالج محترم، وهنا تقدر تلعب عادي وتوصل ل 60 فريم في سامسونج. بس خد بالك مفيش مستشعر جيروسكوب هنا موجود، واغلب الموبايلات هنا ما بيكونش فيها جيروسكوب على فكره. لو بنتكلم على الرام والذاكره التخزينيه، فبرضه الموبايل بيقدم هنا 628، فهو بيتخطى فكره الاربعه رام وال 64 اللي انا ما بعتمدش عليهم. 6 حلو، رام تبدا منهم، و128 كويسه، الا لو انت بتحمل حاجات كتيره وهكذا ممكن تجيب ال 256. في نفس الوقت بقى بيجي مع واجهه سامسونج الممتازه الوان يو اي الخفيفه المستقره، ومعاك 6 سنين سوفت وير ابديت، فهو محقق المعادله في حته الاداء والسوفت وير وهكذا والمعالج. وفي نفس الوقت خدمات سامسونج ما بعد البيع كويسه، والاهم ان سامسونج من اقوى البراندات اللي ليها اعاده بيع قويه ومش بتخسر في الموبايل كتير على فكره. يعني انت لو قارنت شاومي وريلمي وفيفو مقارنه بسامسونج في اعاده البيع، فهتلاقي ان سامسونج موبايلاتها بيعها اسرع، على الرغم من ان الموبايل ده بيعاني من شكل الشاشه الوتا دروب نوتش، الى انها اموليد 90 هرتز فول اتش دي بلس، احسن شاشه فيهم كلهم بصراحه، بعيدا عن شاشه الشاومي اللي في حته ثانيه اصلا اللي هي ممتازه اقوى حاجه اصلا فيه. بس هنا الشاشه الفليكر فيها عالي، واغلب الشاشات بيكون فليكر عالي. الشركات الصينيه هي اللي بقت بتقدم شاشات فليكر فري، وفي نفس الوقت بقى ان الموبايل ده بيقدم حاجه مش موجوده في كل الموبايلات الثانيه، انه بيجي بكاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد وكاميرا اماميه، واداء كاميراته بالنسبه لي هي احسن تجربه كاميرات. وبرده في الان اف سي بعض الموبايلات بتفتقدها من الشركات الثانيه، ما كانش فيه غير الريلمي سي 67 هو اللي فيه الان اف سي مايكسل والعزل ضوضاء.
سامسونج دايما بتحافظ على اغلب الحاجات الموجوده في الموبايل، على الرغم من انه بيجي بعلبه فاضيه، بس ده مش موضوعنا. احنا موضوعنا هنا على قوه الاداء او الموبايل اللي يكمل معاك بدون اي مشكله. ففي اخر الفيديو لو هتسالني مين الموبايلات اللي في الترتيب اختارها كموبايلات يعتمد عليها بغض النظر خالص عن حبك لشركه معينه، هقول لك من الاربع شركات اللي انا اتكلمت عنهم دول، انا بالنسبه لي موبايلين في المقدمه تفكر فيهم لو انت عايز موبايل يكمل معاك سنين، يا ريدمي نوت 14 يا سامسونج اي 16. فيفو كويس اللي هو 29 ولكن برضه مش اقوى معالج موجود، هيكمل معاك عادي بدون اي مشكله، ولكن هتتنازل عن تجربه الالعاب شويه. ريلمي سي 75 بره الحسب خالص، السي 67 كويس ولكن برضه مصيره نفس مصير الفيفو، موبايلات كويسه وكل حاجه ولكن مش في قوه اداء ريدمي نوت 14 ولا السامسونج بي 16. دول بالنسبه لي بصراحه يستاهلوا انك تدفع فيهم الثمن ولا ال 9000 جنيه اللي انت عايز تدفعهم. فده فيديو انا بوضح لك فيه ايه الحاجات اللي انت بتعتمد عليها لما بتيجي تجيب موبايل يعتمد عليه كاداء تستخدمه يكمل معاك مفيش اي مشكله، ما تعانيش منه قدام وتحس ان المعالج ضعف مع الوقت او اداء المعالج ما عادش كافي بالنسبه لك. اكيد هيكون في فيديو جزء تاني في بقيه الشركات التانيه، ما تنساش لايكك سبسكرايبك وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا دايما كل جديد، وكالعاده انتظرني فيديو جديد وسلام.